بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد خير البريئة. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد بعد انقطاع دام طويلا، وأنا أعود اليوم الذي يصادف فيه أمطار الخير، الغيث من المغيث سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. وكذلك هذا اليوم يصادف الذكرى 67 لاستقلال المملكة المغربية، وبهذه المناسبة أتقدم بتهاني خالصة لصاحب الجلالة نصره الله ولكل الشعب المغربي. وهذه المناسبة تجرنا وتذكرنا بأمجاد كما تذكرنا بأزمات. الأمجاد هي تحرير أقاليمنا الجنوبية المقدسة وتطهيرها من الأنجاس والأنذال. الأوجاع التي ذكرت هي هذه الأزمة المفتعلة بخصوص جنوب المغرب. وعلى الخصوم أن يعلموا أن المغرب ليس هو السودان كما يعلم الجميع. المؤامرات التي حيكت ضد دولة السودان وانتهت بتقسيمها، هناك دولة السودان ودولة جنوب السودان. فالمغرب ليس هو السودان مع احتراماتنا لدولة السودان الشقيقة. وهذه الأزمة المفتعلة التي عمرت لحوالي 50 سنة، نصف قرن من الزمان، يتحمل مسؤوليتها ووزرها جامعة الدول العربية. لماذا جامعة الدول العربية؟ لأن هذه المنظمة التي تحتوي 22 دولة قادرة على إنهاء هذه الأزمة بجلسة استثنائية واحدة لو أراد ذلك. إلا أن ما يبدو للنظر هو أن أعضاء هذه الجامعة هم مجرد دمى تنفذ برامج وأجندات وإملاءات خارجية فقط. لو كانت مستقلة وتحترم نفسها وتحترم بنودها وبنود هذه المنظمة لما عمرت هذه الأزمة المفتعلة
طويلا. ولما احتاج المغرب إلى نقل قضيته وعرضها على الأمم المتحدة. إذن متابعي الكرام، فأنا أرى أن المسؤول الوحيد عن هذه الأزمة المفتعلة ضد الوحدة الترابية المغربية هي جامعة الدول العربية أولا، وجامعة الدول العربية أخيرا. وأنتم متابعي الكرام، لمن تحملون مسؤولية هذه الجرائم التاريخية التي تحاك ضد الوحدة الترابية المغربية؟ أنتظر أجوبتكم عبر التعليقات، وإلى اللقاء.